مراتي طول الوقت شاكه فيا، بتعاملني طول الوقت على اني بخونها. مش عارف اريحها ولا حتى عارف اخليها مبسوطه ازاي. هي عرفت مره ان انا بكلم حد على الواتساب، وانا وعدتها ان ده مش هيتكرر تاني، ومن ساعتها بقى الدنيا قامت ما قعدتش. وقبل ما تعرف الكلام ده كانت كويسة معاك؟ كانت كويسه جدا. بص يا سيدي، وباختصار شديد، مراتك فقدت الثقة فيك، ثقتها فيك وحبها اتهز. ولما الست تفقد الثقة في جوزها بتحس بعدم الأمان، لأن علاقة الجواز أساسا مبنية على الثقة والأمان. فالحقيقة أنت دوست على حتة جواها ما تتكروتش وما تعديش بالساهل. ولازم تعرف حاجة مهمة، إن مفيش ست تقدر تكمل في علاقة وهي مش حاسة بالأمان، حتى لو عيشتها في قصر وجبت لها خدم وحشم، ولو كانت مضطرة إنها تعيش معاك فهي ممكن تعيش، لكن مش هتسلم لك نفسها. طب هو ينفع يعني ارجع الامان والثقه دول مره تاني؟ حلو السؤال ده، بس في سؤال تاني لازم تسأله، لازم تسأل وتعرف هو من أساسه إيه الأمان بالنسبة للست. هو كل حاجة بالنسبة للست. الأمان إنها تحس إنها مطمنة في بيتها مع الراجل اللي هي بتحبه. الأمان إنك تكون شايفها كفاية ليك وإنها تحس إنها أحلى ست في نظرك. الأمان بإنك تحسسها بقيمتها بالنسبة لك وبقيمة اللي بتعمله علشانك وعشان العيال. الأمان إنها ما تخافش تتكلم معاك، وإنك تراعيها وتراعي مشاعرها، وإنها تحس إنها مسنودة على راجل. الأمان إنك تكون حبيبها قبل جوزها، وجوزها قبل ما تكون ابو ولادها، وانك تكون ظهرها وسندها اللي بتتحامى فيه. خليني بقى ارجع لسؤالك، هل الامان ينفع يرجع؟ طبعا ينفع، ولكنه محتاج منك مجهود جبار. مش حضرت العفريت؟ اول حاجه لازم تعرف حجم الكارثه اللي حصل، وتفهم انك دوست على حته حساسه قوي عندها، ولا ينفع انها تتكروت بهديه ولا خروجه حلوه ولا كلمه انا اسف. كل ده بالنسبه لها زي السبرت، مجرد ما يشم الهوا هيطير يعني، ولا كانك عملت حاجه. تاني حاجه، تقفل الملفات المفتوحه. الست في الوقت ده هتجيب لك القديم والجديد، هتفتح لك مواضيع وملفات مفتوحه من زمان وما اتقفلتش، وانت كنت كروتها بخروجه ولا بهديه وتخيلت ان الموضوع اتقفل، والحقيقه انه ما اتقفلش، هو اتقرشف عندها. ومشكله من هنا على خناقه من هنا على كلمه مش حلوه حصل تراكمات، ومع اول غلطه كبيره حصل الانفجار. ولذلك المجهود الكبير اللي هتبذله هيكون في قفله كل الملفات المفتوحه. فاسمع وحاول وخليك صبور قوي، لان المشاعر ملهاش زرار هتدوس عليه تبقى كويسه، وضروري والزام عليك ان كل افعالك ابتداء من النهارده تحسسها بالامان وبطريقه مستمره، وشويه شويه هترجع ان شاء الله الثقه من تاني. وكلمه مهمه لازم اقولها لكل ست، انت كمان ما تسويش فيها عشان الموضوع ما يتحولش لشك مرضي ووسواس يقدر يبوظ العلاقه. عشان كده انت كمان محتاجه تقبلي افعاله الحلوه، وانت كراجل الكلام الحلو والعاطفه الجياشه اللي بتطلع بره مراتك اولى بيها. وخليني اقول لك كلمه اخيره، اتعامل معاها من قلبك وطلع احسن ما عندك. الست اللي ربنا عزها وكرمها يا راجل انت مش هتكرمها؟